من قديم الأزل لما الأرض كانت مليانة ظلم وفساد، كان في نبي عظيم ربنا اختاره مخصوص عشان ينقذ البشرية. النبي ده هو سيدنا نوح عليه السلام. نوح عاش عمر طويل جدا، أكتر من 950 سنة، وهو بيدعو قومه لعبادة الله وحده، زي ما القرآن بيقول: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لكن أغلب قومه كفروا وسخروا منه، ومع كل ده فضل نوح صابر ومكمل في دعوته. ولما جه أمر ربنا بالعذاب، أمره يبني سفينة ضخمة، سفينة تكون وسيلة النجاة من الطوفان. والناس كانوا بيضحكوا عليه، يقولوله ايه اللي بيعمله نوح ده في الصحراء كمان. لكن نوح كان واثق في وعد ربنا. وجه اليوم الموعود زي ما القرآن وصف: فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. الأرض غرقت كلها، واللي نجا بس هم المؤمنين اللي ركبوا الفلك مع نوح، ومن ضمنهم أولاده الثلاثة سام وحام ويافس. هنا بدأت البشرية من جديد. سام هو الجد الأكبر للشعوب السامية، من نسله جه سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومن إبراهيم اتفرع نسل الأنبياء: إسماعيل، إسحاق، ويعقوب، موسى، وعيسى، لحد سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني تقدر تقول إن سام هو أبو العرب والعجم، وأب الخط النبوة اللي غير التاريخ كله. حام نسله راح لناحية الجنوب، خرجت منه زي كوش ومصر وكنعان. يعني السودانيين والمصريين القدماء والكنعانيين كلهم من نسل حام. بعد المؤرخين قالوا إن نمرود أول ملك جبار ذكروا التاريخ كان من نسل حام. أما يافس بقى فهو اللي نسله راح للشمال والشرق، الشعوب الأوروبية، الترك والفرس واليونانيين، وحتى شعوب آسيا الوسطى. كل دول بيرجع أصلهم ليافس. عشان كده العلماء بيسموه أبو الشعوب الكبيرة اللي انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها. بعد الطوفان البشر اللي موجودين على الأرض كلهم بقوا من نسل الثلاثة دول، زي ما بيقول ابن الأثير في كتابه كامل في التاريخ: سام أبو العرب والعجم، حام أبو السودان، يافس أبو الروم والترك. وفي فتوى مشهورة في موقع إسلام ويب اتقال بوضوح: كل البشر اللي عايشين دلوقتي على الأرض من ذرية نوح عليه السلام. القصة دي مش مجرد تاريخ، دي رسالة إن ربنا قادر يبدأ الخلق من جديد في لحظة. ورسالة كمان إن مهما اختلفت الألوان، اللغات، والأعراق، في الآخر كلنا عيلة واحدة، كلنا ولاد نوح وكلنا ولاد آدم. وربنا بيأكد ده في القرآن: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قصة نوح وأولاده مش بس حكاية قديمة، لكنها بداية بشرية من جديد، بداية بتفكرنا إن الإنسان ممكن يضعف، لكن ربنا دايما بيدي فرصة للبداية من الأول. ونهاية القصة بتأكد إن أصلنا واحد ورسالتنا واحدة، وهي عبادة الله وحده.